اه. يعني مباراة والله العظيم، يعني انا مش عارف اصلا مين اللي فيه بال وانا خليت، يعني انا كنت بكره الرياضة قاعد احسب فيها. يعني كل ما اجيب هدف اروح احسب اللي هيحصل بين انتر ميامي ومش عارف ايه. انتر ميامي سجل هدفين على بالميراس، واقول بالميراس هيعدي وهيرجع وهيعود، وانا مفكر في مباراة بالميراس وسايب مباراة الاهلي والاهداف اللي هي عمال ايه، عمال احنا اللي نجيبها في نفسينا. احنا الثلاث اهداف اللي ورا بعض، ثلاث اهداف يا جاحد. يعني احمد رمضان اللي فات بيكهام ده، الكرة متديهم كورنر عشان يسجلوا هدف، وسايب يعني هو المهاجم ده. انا قلت الحمد لله ساموا ده ما نزلش في الشوط الاول، لانه كان هيبقى خطير علينا في العرضيات. تروح سايبه ومديله ركنيه، وانت اللي سايبه برضه وتتسبب في الهدف الثاني. يعني والتسديدات، الهدفين بتوع التسديدات، التسديدتين بتوع بورتو. يا اخي بورتو ده مدرب بورتو بيقول لك يا عم روح يا عم سجل 8 9 اهداف براحتك، 9 اهداف براحتك. انت المفروض الفرص اللي ضاعت، الفرص اللي ضاعت ده جريديشار من كتر ما هو اتدرب على مع كولر ان هو صانع العاب، بيسجل بصنع اهداف. بقى يصنع، ما بقاش يسجل. نسى ان هو مهاجم صريح، نساها دي. بن شرقي، بن شرقي ليه مش من اول الماتش؟ ليه مش ليه ديانج قاعد على الدكه من اول الماتش؟ ليه؟ ما هو كفايه حمدي فتحي. حمدي فتحي مظهر لك ماتشين ان هو كان تعبان شويه، ما تنزل ديانج، خليه ثابت، خليه ثابت. ليه انا اعمل، ليه انا ابتدي كده؟ ليه يعني هنقعد نقول ليه ومش ليه؟ ما الماتش خلص، ما الماتش خلص وبقينا يعني عملت مباراه. يعني انا فرحان بيها المباراه دي، وشفت اداء النادي الاهلي اللي احنا شفناه وفرحنا بيه. انت ليه بتبتدي مباراه وتغير من نص ساعه؟ طب ما هو تغيير نص ساعه ده ديانج المفروض يلعب اساسي. عندنا مشكله في قلب الدفاع، عندنا مشكله في محمد هاني في الدفاع، كان سرحان النهارده. المسافات في التسديد كنا سايبينهم مسافات كبيره، وان هو يسدد براحته ويشوط براحته. يعني محمد الشناوي ما يسالش على ثلاث اهداف. محمد الشناوي يتسال على الهدف اللي هو مين؟ الهدف الرابع، اللي هي التسديده، ان هو كانت صعبه. يعني بالمعنى صح كانت صعبه عليه، بس هو كان في الحاله ان هو بيسند على دراعه دايما. الحركه دي بتعصبني يعني. مد ايدك، اترمي شويه. هو الماتش كده كده، حتى احنا لو فزنا 80-4 80-5، ما كان برضو ان هو ولاد المره انتر ميامي وبالميراس اتفقوا مع بعض وراحوا مسجلين، وده قال لك سجل انت الاثنين 0 الاول وانا هسجل لك اتنين التعادل، ونصعد احنا الاثنين يابا بلا غلوه. الناس عم تحسبها هناك والناس مش عارف ايه، وكان عندنا امل وخلوا عندنا امل. ليه؟ ليه انا ابتدي مباراه واتفرج على، يعني اسمع المباراه على التلفزيون، واتابع مباراه انتر ميامي وبالميراس في التليفون، واقعد احسب لا انتر ميامي لا خلاص اروح راجع، بالميراس ارجع تاني، مش عارف ايه. خليته عندنا امل. قفشه، صانع العاب الضحك، قفشه. مفيش اداء. نازل في الملعب يطرطر، نازل يطرطر في الملعب. ما فيش لعب القفشه، ما فيش لعب القفشه. عمر كمال ما فيش اضافه. عمر كمال في الفرصه بتاعته ما كان كنت بصيت. هو ليه كل لاعب بيبص ان انا لازم اسجل؟ يا جدعان الكره مش بالتسجيل، الكره عايز اقول لك ايه، الكره دي يعني متعه. يعني يا اخي استمتع بالماتش يا اخي، يا اخي باص. كان بن شرقي فاضي وكان يعني هي كور. اخ، يعني 7 فرص. وبورتو كان سايب المباراة، كان سايب لك الدفاع بحر، في الدفاع بحر، عم زي ما انت عاوز في الهجمات، خد زي ما انت عاوز، يعني خد. نص الملعب اتسد بعد ديانج، والله اتقفل بعد ديانج، اتقفل بعد ديانج. انا ضيعت فرص وهو ما ضيعش فرص. هو كل الفرص اللي جابها في بورتو هي الفرص الحقيقيه اللي في الماتش. يعني يعتبر بورتو عمل 4 فرص ب4 اهداف وخلص الماتش. انما انت رايح ب 18 فرصه ما سجلتش غير 4، غير 4 بس. الحارس ساب لك المرمى فاضي، الدفاع سايب لك المرمى مع الحارس، الدنيا كلها سايبه لك مع الماتش. ضيعت الماتش. ليه اللعب ده في اخر ماتش؟ ليه انا لما اتحشر واقعد واحسب في ده واحسب هنا واحسب هنا؟ ليه انا احسب ده كله؟ ليه دماغي انا توجعني من كتر الحسابات؟ ليه ما تلعبش يا اخي؟ انتر ميامي يفوز على بورتو 2-0 ويصعد. هما الاثنين هو وبالميراس. انتر ميامي اللي كان يعني لو لعبت قدامه اللعب ده اقسم لك بالله كنت سجلت 6-0 مرتاح، 6-0 مرتاح على انتر ميامي. لعبت مع بالميراس، يعني انا هقول لك اقعد لك في اللي فات واحزن واسكت.
ريبيرو المدرب، في ناس تقول لك هو ما كانش عليه غلطان، ولا واللعيبه عملت اللي هو عمل. لا ما عملش اللي عليه، ما هو كان منزل ديانج من الاول. ليه اللعب العقيم ده؟ ليه انا دافع وعلى هو ما دافعش، هو هاجم وادى فرصه للعيبه واللعيبه ضيعت. بن شرقي اساسي، بن شرقي اساسي على تريزييه، تريزييه ما عملش حاجه، بن شرقي اساسي، زيزو اساسي، ديانج اساسي. ليه انا بعمل كده؟ ليه بتعمل فيا كده يا اخي؟ تعالوا تعالوا مصر كده ونرحب بيكم وشرفتونا. ده شرفتونا. يعني مباراة، هي مباراة حلوة والله، واربع اهداف في مباراة واحدة. وسام جريديشار ما ينفعش راس حربة، جريديشار ينفع صانع العاب. عندك رمضان، احمد رمضان واشرف داري، الاثنين كانوا في سوق الجمعة مش في الماتش. مفيش ديانج كان بيدافع ونص ملعب، كان بيدافع ونص ما يرجع يدافع ونص ملعب. يا اخي ده بن شرقي من كتر الحماس رجع يدافع. بن شرقي اللي هو ما بيدافعش اصلا من كتر الحماس في الماتش، وان الماتش اصلا عجبهم هم كلعيبه، رجع يدافع. حسبناها واتحسبت في الاخر. انتر ميامي وبالميراس ادونا الصابونه نستحمى بيها ونشطف ونبقى حلوين ونرجع لمصر مرتاحين وبدايه حلوه. ويعني انا اقتنعت يعني ابتديت اقنع بريبيرو ده، انا ابتديت اقتنع بيه كمدرب. بس في تغييرات لازم يغير فيها، والمباراه دي اثبتت له وتثبت له، والمفروض ان هو يشغل دماغه عليها، ان التبديلات اللي حصلت تنزل اساس، ما عدا عمر كمال وقفشه، ما عدا عمر كمال وقفشه. ويشوف له حل في قلب الدفاع، ويشوف له حل في محمد هاني وكوكا. يعني هي لعيبه سرعات، المهاره الفرديه مشكله عندنا، ان ما فيش حد يعني بيصد المهارات الفرديه، لان المهارات الفرديه صعبه على اي لاعب. بس انا بقول لك المساحات، مساحات غبيه، مساحات عامل لي فدان مساحات، واللعيبه تسدد براحتها وفي الجون، والتسديدات بتاعتها مرتاحه. احنا تسديداتنا كلها تعبانه، مفيش حد يا اخي ولا تسديده صح غير محمد بن رمضان. بن رمضان من اكتر الصفقات، والله من اكتر الصفقات اللي حصلت في النادي الاهلي. من يعني هقول لك هو وامام في نص الملعب من 20 سنه. بصراحه بن رمضان عالمي، والله العظيم عالمي، وربنا يحفظه يعني. وهو وبن رمضان وامام عاشور هيعملوا شغل عالي ان شاء الله. والحمد لله يعني على الخساره وعلى المكسب والبطوله هي كده. واحنا ادينا يعني ماتش حلو، بس وضيعنا كتير، ولازم الواحد يتعلم من اخطائه. وحتى لو يعني الحمد لله، حتى لو صعدنا برضو كنا كده هنخرج. بس انا كنت عايز نفسي، انا ما كنتش عايز اصعد. انا يعني انا كان حلم الصعود او من الدور ال 16 كان بالنسبه لي ضعيف. ما كانش عندي امل حكايه الحسبه وان انا احسبها بالفريق ده واحسبها بالفريق ده، لا انا ما كانش عندي والله. بس انا كنت عايز النادي الاهلي يفوز ويطلع فايز، ان هو فاز في مباراه او فاز في مجموعه حتى يعني. يلا الحمد لله وان شاء الله خير، وفي امل ان الاهلي يعود. بس في مشكله في الدفاع وفي الباكات. عندك الباكات وقلب الدفاع مش حلو. ومحمد بن الشناوي يا جدعان ما حدش يهاجمه، لانه ما يسالش على اي هدف غير الهدف الرابع. هو عمل اللي عليه، وكل لعيبه عملت اللي عليها. في اخطاء، في اخطاء. في مشاكل، في مشاكل. عندك نص الملعب تمام، عندك الهجوم تمام، هي المشكله في الدفاع والباكات، ودي لازم نشتغل عليها. وان شاء الله يعني الحمد لله هنقضي اللي علينا. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا